ينبغي على هذا الغرب أن يقرأ بالعينين، مش بعين واحدة، بالعين اليهودية، أن يقرأ بالعينين. ما شاء الله، الله يبارك، وهذا شيء نقر به، عندهم حرية المعتقد، حرية الرأي، حرية كذا، حرية كذا. لماذا لا يطلعون على ثقافتنا وديننا وتراثنا وفكرنا؟ لماذا؟ لأنهم يدركون ساستهم يدركون أنه إذا اطلع على الفكر الإسلامي وعلى التراث الإسلامي سيعتنق الإسلام لا محالة، لا محالة، كما فعل الكثير من كبار مفكرين رجل جارود أو رجاء جارود وغيره الرائد، هذا الرائد شو اسمه اللي خاض المحيط ووجد من هنا حلو، نعم قسط جزء من هذا الماء حلو لا يفصل بينه وبين الجزء البارح الا السفينه فقط. هذا ما كان. قالوا له وين محمد اكتشف هذه الحقيقه قبلك ب 1400 سنه. كيف؟ قال لهم كذا وكذا. مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ. هذا قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سورة الرحمن. هذا ما كان. 2 3 4 10 كيف تحب؟ الفرعون. علينا ان نعي جيدا ان امريكا والغرب اجمالا او كل من يقف الى جانب اسرائيل في هذه القضيه وهم قله على كل حال، لكن لابد لنا من توعيتهم، لابد لنا من توعيتهم. قلنا لا يمكن ان نتعامل معهم اطلاقا. يقنعني بحجتك او تقتنع بحجتك، يقتنع بمنطقي او تقتنع او اقنعني بمنطقك. هذا ما كان فقط. هذا التاريخ، وها هي اول التاريخ، اول ما يكون في التاريخ اذا صح ان نسميها تاريخ هو ما يسمى بالكتاب المقدس. هذا التوراه والانجيل اقرأوه، ولكن اقرأوه بالعينين مش بعين واحد. ولذلك هم يحرصون على ان لا يطلعوا على فكرنا وثقافتنا وحضارتنا، وهي حضاره بناءه. دليلنا على ذلك انها حكمت العالم اكثر من 13 قرنا من الزمان، 1300 سنه. كانت الحضاره الاسلاميه سيده العالم، سيده الجزائر، ولم يرفع علم في باحات الاقصى الا العلم الجزائري فقط. ولم يواجه الاعداء علما مع العلم الفلسطيني الا العلم الجزائري. وهذه ينبغي حقائق مسجله على كل حال. مسجله. هذا الحقيقه ان الحديث طويل يا اخوتي، طويل، ولكن اكتفي بذلك. سائل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا سواء السبيل وان يهدينا الصراط الصحيح حتى نحرر اولى القبلتين والثالث او ثاني الحرمين الشريفين. معليش. القسم محمد السعيد سكرتير زوجي.